قبل ما تدفع فلوسك في موبايل جيمنج في 2026 لازم تسمع الكلمتين دول كويس. النهارده احنا مش جايين نتكلم في مجرد مواصفات وخلاص، وده لان احنا جايين نفرز السوق حرفيا بالاسعار الجديده، وجمعت لك اقوى 5 موبايلات تلعب عليها بتبدا من 5000 جنيه لحد 20000 جنيه. والخبر اللي هيبسطك فعلا ان ال5 موبايلات دول ضمان محلي، يعني عايزك تنسى الضمان الدولي تماما علشان مش هتدفع اكتر من اللي هنقول عليه كمان شويه. وعايز افكرك برضو بما ان الفيديو ده للجيمرز، فاحنا هنركز على الاداء والشاشه والرامات بسرعه تخزينها والبطاريه واخيرا السعر. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، وخلينا نبدا على طول. في المركز الخامس معانا هيكون معانا السامسونج A07 4G، وده من الاخر للي عايز يلعب وباقل ميزانيه معاه حرفيا. فلو ميزانيتك محدوده وعايز ارخص موبايل يعتمد عليه، يوجع عليكوا على ال A07، وده لان الموبايل ده جايب معالج الهيليو G99 يعتبر افضل اداء بسعره، وطبعا بمعماريه 6 نانو فموفر معاك في الطاقه. ده غير انه يشغلك 60 فريم في بابجي كويس جدا، خصوصا لو انت مشتري النسخه برامات عاليه، فده يعتبر الموبايل اصلا اللي بقول عليه قيمه مقابل سعر فعلا. وانصحك بصراحه وانت بتشتري ركز على نسخه ال6 رام او ال8 رام، بتخليك تلعب وتستخدم الموبايل باريحيه اكتر. اما من ناحيه الشاشه فهي شاشه للاسف جايه BLS LCD، بس الميزه هنا انها جايه 90 هرتز. ايوه هي مش اموليد، يعني مش هتاخد افضل الوان، بس ده مقبول بالسعر اللي الموبايل جاي بيه، وعموما مش هتواجه مع الشاشات دي اي مشاكل. الميزه اللي ممكن تحبها اكتر لو انت بتستخدمها كتير، وهي انك عندك منفذ 3.5 مللي لخفض سماعات الاذن، فيعني تلعب بقى براحتك بالسماعات الواير عادي، خصوصا ان السماعات اللي جايه في الموبايل ده اصلا جايه مونو مش ستيريو، فمش هتقدر تاخد صوت محيطي متجسم اثناء اللعب. وبالمناسبه السماعه المونو هنا جايه صوتها عالي وكمان مقبوله. خامه الموبايل جايه من البلاستيك، وجايه مقاوم للغبار والميه بشهاده الIP54. هي مش عاليه وما اعتمدش عليها بصراحه، بس يعني هتقدم معاك الغرض. اما لما نروح لحاجه ثانيه زي البطاريه، فانت عندك البطاريه هنا 5000 ملي امبير اور، ودي بطاريه كبيره مع ال6 نانومتر اللي هتوفر لك في الطاقه. بس سرعه الشحن هنا اللي حاسسها لسه عيب مش ميزه، ودي اللي جايب 25 واط، في حين ان في موبايلات تاني بنفس السعر وسرعات الشحن بتاعتها اعلى من كده بكتير. لكن مجملا من حيث ساعات البطاريه فانت تقدر تلعب على الموبايل ده يمكن 4-5 ساعات مرتاح من غير ما تحس انك عايز تشحن الموبايل. والميزه اللي طبعا متعودين عليها من سامسونج ان الموبايل جاي بيدعم تحديثات لمده 6 سنين قدام، وبيجي بضمان سنه او سنتين على حسب المكان اللي انت تشتري منه. فحرفيا الموبايل ده اعتمادي ويقدر يعيش معاك لو انت من الناس اللي مش بتحب تجدد موبايلاتها كتير. لما نروح للسعر فانت عندك هنا 4 نسخ. النسخه الاولى ال 64 مع 4 رام، ودي بسعر 5000 جنيه، ودي طبعا هتكون للاستخدام الخفيف، ما انصحش بيها للعب اطلاقا. والنسخه الثانيه ال 128 مع 4 رام، ودي بسعر 5800 جنيه، ودي برضه يعني ما انصحش بيها. والنسخه الثالثه ال 128 مع 6 رام، ودي بسعر 6400 جنيه. والنسخه الاخيره ال 256 مع 8 رام، ودي بسعر 7600 جنيه. واخر نسختين بصراحه اللي برشحهم اكتر لو انت هتلعب كتير. اما لما نروح للمركز الرابع معانا فهتلاقي على طول الانفينكس هوت 60 برو، وهنا نعلى بالفلوس حبه كمان. انفينكس هنا بتقول لك من الاخر انا جاي امسك لك الفئه بتاعت ال 8000 جنيه دي، وده لانك ابسط حاجه هنا تاخد شاشه اموليد فلات، وبتوصل معاك لل 144 هرتز، فهتاخد سلاسه حرفيا ممتازه، وكل ده مقارنه بسعر الموبايل، فدي حاجه حرفيا شابوه عليها. فتاخد سلاسه في النظام وتصفح مش هتشوفها في موبايلات يمكن بضعف سعره. واللي هيكمل معاك الكوليكشن ده بصراحه وهو المعالج هنا اللي جاي من الهيليو G200، وده يعتبر اداؤه مقارب للهيليو G99، بيقدم نفس اداء الالعاب، بتقدر تلعب 60 فريم في بابجي عادي جدا بس بتوفير طاقه وسخونه اقل. من ناحيه الرامات فهي جايه من نوع LPDDR4X مع ذاكره التخزين اليو اف اس 2.2، ودول متوقعين بصراحه مقارنه بالسعر اللي جاي بالموبايل. فالتركيبه دي ممتازه لسرعه فتح الابلكيشنز والاستخدام اليومي في الفئه دي. عندك سماعات ستيريو هتفيدك طبعا اثناء اللعب، وكمان هتحس الموبايل خفيف معاك بسبب ان جاي سمكه هنا 6.5 مللي، فرفيع جدا ومسكته في الايد مريحه خاصه لو انت بتلعب لفترات طويله. كمان انفينكس حابه تراوج عليك من ناحيه الكاميرا برضو، وتقول لك انت معاك كاميرا 50 ميجا بكسل، وبتصور كمان فيديوهات لحد 2K عشان انت بتصور فيديوهات او صانع محتوى. من ضمن عيوبه انك ما عندكش مايك العزل الدوشه، هو بيعتمد هنا على الذكاء الاصطناعي، فهتحس ان صوتك مكتوم شويه. لكن لما نروح لحاجه زي البطاريه فانت عندك هنا بطاريه 5160 ملي امبير اور، بتدعم لك سرعه شحن 45 واط، وكمان بتدعم الشحن العكسي بقوه 10 واط، ودي ما اظنش ان حد بيستخدمها، بس عموما كسعر بطاريه فهي ممتازه وهتقدم معاك اليوم مرتاح لو مش بتلعب كتير. كمان الموبايل بيدعم لك تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت علشان لو انت حابب انك تزود سعه تخزين الموبايل. واخيرا بيدعم لك منفذ 3.5 مللي، وكمان الاي ار بلاستر والNFC، وعندك كل المستشعرات اللي انت تحتاجها. ده غير ان البصمه جايه مدمجه في الشاشه وادائها سريع مش هتواجه معاها مشاكل. وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام، ودي بسعر 8900 جنيه. وخلينا بعد كده ننتقل على طول للمركز الثالث معانا، وهو الانفينكس نوت 50S من نفس الشركه، وهنا انت بتعلى حبه كمان في السعر. من الاخر ده اكتر موبايل قيمه مقابل سعر في الفيديو كله عموما، فعايزك تركز معايا فيه. اول حاجه هنا هبدا لك بيها وهي الاداء اللي بيخليك تقدر تلعب ببجي هنا 60 فريم مرتاح، ده بسبب انك معاك معالج دايمنسيتي 7300 التيميت. ده غير ان المعالج ده اصلا
4 نانومتر، هو فعلا قوي موفر معاك جدا في الطاقه واثناء اللعب، فبيشغل لك الفريمات شبه ثابتين. ده غير بقى انك مع استخدامك اليومي مش هتواجه اي مشاكل. والرامات هنا جايه من نوع LPDDR5X، فالنوع ده اسرع بكتير من اللي فات، اي داتا تتنقل معاك بسرعه الصاروخ حرفيا، فمفيش اصلا لاج مع الموبايل ده الا مع الضغط الكتير بصراحه. واللي هيكمل لك الكلام ده كله بعد المعالج، وهي الشاشه اللي جايه كيرف واموليد 6.7 انش، ده غير انها فول اتش دي بلس وبتوصل معاك لل 144 هرتز، فحرفيا هتاخد الوان وسلاسه مش هتشوف زيهم تاني. ده غير ان سطوع الشاشه بيوصل معاك لل 1300 نتس، وعليها كمان طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5، وده حمايه كويسه طبعا بتخلي الشاشه تستحمل معاك، فشكلها شيك جدا والصوت ستيريو محترم. والموبايل بيدعم معاك برضه تصوير فيديو 4K بالكاميرا الخلفيه والاماميه، فحرفيا الموبايل متكامل من كل الناحيه. ده غير ان تصميمه وتبريده ممتاز، مش بيسخن معاك اوفر اثناء اللعب، ونادرا اصلا ما تحس بسخونه الا لو لعبت في الشمس مثلا. عيب اللي ممكن ما تحبهوش انه ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، ومش بيدعم لك تركيب كارت ميموري، وبيدعم لك سنتين بس تحديثات اندرويد، فالموبايل هيعيش معاك لكن مش هتاخد منه اجر التحديثات دايما، يعني اخرك سنتين. ومن ناحيه الحمايه فهو جاي بشهاده الاي بي 64، ودي من ناحيه الامان فهي كويسه، وعندك برضو كل المستشفيات اللي انت تحتاجها، تسارع وقرب وبوصله وجيروسكوب. والموبايل برضو بيدعم لك NFC والاي ار بلاستر. لكن لما نروح لحاجه زي البطاريه، فانت عندك هنا بطاريه بسعه 5200 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه الشحن ال 45 واط، يعتبر نفس السرعه اللي شفناها في الموبايل اللي فات، بس مهما كان هي كده افضل من موبايلات غيرها بكتير. عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام، ودي بسعر 11700 جنيه. ولما نعلى حبتين ثلاثه كمان في السعر ونوصل للمركز الثاني، فهنلاقي معانا هنا الريلمي 15 5G. وهنا حرفيا ريلمي بتقدم لك موبايل مش بيفصل شحن، يعني من الاخر تلعب براحتك. ده لانك عندك البطاريه هنا 6500 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 45 واط، وانا حاسس ان سرعه الشحن اقل نوعا ما، بس ستيل هتقدم معاك الغرض. المهم الموبايل ده جايب معالج من ميديا تك اللي هو الدايمنسيتي 7300 بلس، وده جايب معماريه 4 نانو مع معالج رسومي من مالي جي 615 MC2، فهيديك اداء قوي متميز بصراحه، وهيلعبك ببجي 90 فريم مرتاح. ده غير انه موفر معاك في الطاقه، فهتلعب براحتك. وذاكره التخزين هنا اصلا بتجيلك من UFS 3.1، فهتاخد سرعه فتح الابلكيشنز وسرعه في اداء الالعاب واي مهام يوميه. الموبايل ده مش هيقول لك عليها كفايه. وعندك كمان الشاشه هنا جايه مسطحه مش كيرف، وجايه هنا اموليد 6.7 انش، وده جايه بدقه الفول اتش دي بلس، وبتوصل معاك لل 144 هرتز مع سطوع بيوصل لل 4500 نتس، فحرفيا شاشه متكامله بالوان مشبعه بسلاسه. طبعا هتكون مهما كان اقوى من الموبايلات اللي اتكلمنا عنها، ده طبعا يرجع للمعالج. وكمان عندك سطوع اقوى، هو اكيد مش ال 4500 فعليين، لكن ممكن نقول هتوصل معاك لل 1200 نتس او 1400 نتس، حاجه شبه كده. كمان الموبايل جاي واخد شهاده الاي بي 69، فمقاوم معاك للميه والغبار والصدمات، فيعني لما بتتعصب اثناء اللعب وترمي الموبايل فمش هيحصل له حاجه، هيستحمل معاك عادي. بس النصيحه بلاش تجرب يعني. في ميزه اضافيه في ظهر الموبايل ده، وهي انك عندك لمبه اسمها البلس لايت، ودي لمبه RGB بتنور مع الالعاب، بتديك جو جيمنج رايق بصراحه. ونسيب جو الجيمنج ونروح لحاجه تخدم الجيمنج نفسه، وهي انك عندك سماعات ستيريو هنا، وهتاخد منها تجربه صوت متميزه جدا بصوت متجسم، تقدر تحدد منه اصوات اللعبه براحتك من غير ما تواجه اي مشاكل. كمان من ناحيه الكاميرات، فانت عندك كاميرات متميزه، كاميرا اماميه 50 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفيه برضو الاساسيه 50 ميجا بكسل، وداعمه معاك لمثابه البصر OIS، تقدر تصور فيديوهات لحد ال 4K، فالموبايل متكامل من كل ناحيه، مش متوجه للجيمنج بس. وعندك طبعا اي حاجه ثانيه انت ممكن تحتاجها زي باقي المستشعرات والبصمه اللي جايه مدمجه في الشاشه، وادائها سريع كعاده ريلمي، وكمان بيدعم معاك ال NFC. عيوب الريلمي 15 هنا انه ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، وما فيهوش منفذ 3.5 مللي، وسرعه الشحن 45 واط بصراحه مش داخله دماغي، خصوصا مع السعر اللي جايب الموبايل. لكن غير كده بصراحه الموبايل متكامل من حيث البطاريه والمعالج والسماعات والشاشه، وحتى مقاومته بالشهادات اللي جاي بيها والكاميرات حتى، فلا هو موبايل ممتاز من كل الحاجات احنا اتكلمنا عنها، مفيش بس غير اخر كام عيب اللي قلت لك عليهم. المهم انت عندك هنا منه نسخه حاليا 256 مع 12 رام، ودي بسعر 18000 جنيه. ولما نروح للمركز الاول معانا ونرجع تاني لشركه انفينكس، فهنلاقي فيها الانفينكس GT 30 برو. وهنا حرفيا وصلنا لاكتر موبايل متكامل من حيث اللعب. انت عايز موبايل يخدمك للعب بس، فعليك وعلى الموبايل ده. الموبايل من الاخر بيقدر يلعب لك ببجي على 120 فريم، وده بسبب المعالج اللي جاي هنا من دايمنسيتي 8350 التيميت، فيعتبر ده اقوى معالج في كل الموبايلات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. كمان سرعه التخزين توصل معاك هنا للUFS 4، فدي اصلا اسرع ذاكره تخزين في العالم حاليا، فاللعبه هتفتح معاك في ثواني حرفيا، مش هتواجه معاك حاجه اصلا اسمها لاج، هتاخد سلاسه ونعومه في الحركه هتخليك تسبق اي حد بيلعب ضدك ب 60 فريم. كمان اللي بيميز الموبايل ده اكتر وهي التريجرز. الموبايل فيه زرارين باللمس على الفريم من فوق علشان يقدر يعيشك جو الجيمنج اكتر، ودول من الاخر بتقدر تخصصهم، واحد مثلا للضرب وواحد للسكوب، فدي ميزه بتخليك بتلعب باربع صوابع مرتاح. وخلينا نكمل كل ده، بس في الاول نروح للشاشه وارجع اعرفك باقي الدلع.
الشاشه هنا جايه مسطحه تماما مش كيرفد، وجايه هنا اموليد 6.7 انش بكواليتي ال 1.5K، وبتوصل معاك لل 144 هرتز. ده غير ان عليها طبقه حمايه من كورنر جوريلا جلاس 7 اي، والسطوع بتاعها بيوصل ل 4500 نتس، وفعليا بيوصل معاك يمكن 1800 1900 نتس، يعني حاجه شبه كده. فالشاشه برضو ما عليهاش اي تعليق، وهتقدم لك اداء ممتاز مع المعالج اللي جاي. اما بقى لما تلف الموبايل كده وتشوف ظهر الموبايل، هتلاقي الليدات RGB في الظهر بتنور وتعيشك جو الجيمنج اكتر، وبصراحه شكلها تحفه لو انت من محبي الموضوع ده. غير بقى انك عندك سماعات ستيريو عالي ومجسم هيخدمك طبعا جدا اثناء اللعب. ونروح للبطاريه الكبيره اللي بتوصل معاك هنا ل 5500 ملي امبير، بس للاسف هنا سرعه الشحن اللي ما حبيتهاش اللي ما زالت 45 واط. بس بصراحه انا مش فارق معايا سرعه الشحن مقابل كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. من ناحيه الكاميرات برضو انت واخد كاميرات محترمه، هي ايوه مش افضل كاميرات الفئه السعريه دي، وده بسبب ان الموبايل اصلا جاي مخصص اكتر للالعاب، لكن مهما كان هتقدم معاك الغرض جدا. يعني انت عندك كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل الترا وايد، والكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل. ولو عايز تصور فيديوهات فانت برضو تقدر توصل لحد ال 4K، وتقدر كمان تصور لحد 60 فريم. فبصراحه انفينكس مش حرمك من حاجه. عيوب الموبايل ده ممكن تكون شايفها انت عيوب او مش عيوب على حسب استخداماتك انت، بس اول حاجه مثلا مش موجوده الموبايل ما بيدعمش الاي سيم، برغم ان في موبايلات بسعره بتدعم الاي سيم عادي جدا، وما فيهوش منفذ 3.5 مللي وده معتاد في الفئه السعريه بتاعته. والكاميرات مش بتديك الاداء الواو، بس ده زي ما قلت لك عشان الموبايل جاي مخصص اكتر للجيمنج، ده غير انك ما عندكش فيها اصلا مثبت بصري، فهتحس باهتزازات كتير اثناء التصوير. واخر عيب هو انك هتحس بشويه سخونه حلوين لو انت بتضغط على الموبايل جامد اثناء اللعب. وعندك هنا منه نسخه واحده 512 مع 12 رام، وده بسعر 18000 جنيه. واحد دلوقتي ممكن يقول لي طب انت ليه لحد دلوقتي ما رشحتش ضمان دولي؟ هقول لك اولا علشان موضوع الضرايب اللي بيجي علينا وش كتير الفتره الاخيره، فاختصرت وجبت لك كل الموبايلات ضمان محلي، ومهما كان كده هتلاقيها، ولو لا قدر الله حصلت فيهم اي حاجه فتقدر انك ترجع تعمل صيانه بسهوله، بعكس الموبايلات اللي بتيجي ضمان دولي. لكن برضه لو عايزنا نرشح لك موبايلات جايه من بره عادي، فعرفني تحت في الكومنتات وانا هعمل فيديو فيه افضل الموبايلات اللي تقدر تشتريها من بره وبتديك قيمه مقابل سعر فعليا، بس ما تنساش طبعا انك كده هتدفع عليها ضرايب. المهم خلينا اديك خلاصه اللي في الفيديو ده وتشتري ايه على حسب ميزانيتك انت. اولا من الاخر لو انت ميزانيتك تحت 7000 جنيه وما تقدرش تشتري موبايل بسعر اعلى من كده، فاقول لك روح على الاي 07. هو ايوه موبايل اقتصادي جدا، بس هيديك اقوى اداء مقارنه بالسعر اللي هو فيه. اما لو تقدر تزودها شويه علشان تلعب ال 60 فريم مرتاحين، فتروح هنا للانفينكس هوت 6 برو اللي بيكون سعره حوالي 9000 جنيه، وهيديك قيمه ممتازه مقابل السعر. اما لو انت عايز حرفيا موبايل متكامل من كل ناحيه، اذا كان شاشه او اداء او حتى سعره، فهقول لك روح على طول للانفينكس هوت 50 اس، هيكون افضل خيار ليك لو انت زودت ميزانيتك شويه كمان. اما بقى لو انت هدفك بطاريه مع اداء، فهقول لك روح للريلمي 15 5G، واللي هيلعبك ببجي 90 فريم وهتاخد اداء مناسب جدا. وللعلم الموبايل ده يعتبر بنفس سعر الانفينكس جي تي 30 برو، بس انا هعطيك الخيارين وانت تحدد اكتر، لان هنا معاك برضو الريلمي متميز اكتر في الكاميرات. اما لو انت واحد جيمر ومش همك اي حاجه تاني غير انك تلعب وبس، فهتروح هنا للانفينكس جي تي 30 برو، وهيكون افضل خيار مناسب ليك، عشان كده الموبايل ده اصلا معمول للجيمرز. فبس ما تنساش برضو انك تنزل تحت دلوقتي تعرفني استخداماتك، واكتب لي برضو الميزانيه اللي معاك، وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. وعشان طبعا ما اطولش عليك اكتر من كده، فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.